تفضلي يا أمل. السلام عليكم. وعليكم السلام. عندي رؤيتين. تفضلي وعلي من صوتك شوي. أيوة. الرؤية الأولى كأني في المنام أسمع حرمة تقول لي إذا في شيء ترى في البيت اللي هناك. في البيت إيش؟ البيت القديم؟ أيوة. وانتهت الرؤية. لا حول ولا قوة إلا بالله. خلصنا من الثعابين، تسلسلت المعاناة القديمة، الجوالات القديمة والبيوت القديمة وأذى الشياطين. هل أنت عندك تعب أو معاناة؟ أيوة. أي هل قالوا لك سحر يا أختي؟ لا قالوا لي عين. أي عين. طيب لما يقرأ عليك تحسين بتنميل وبصداع بتثاؤب؟ والله يعني كانت في البداية كذا طلعت حبوب، كنت أستخدم الرقية وطلعت فيها حبوب كذا. طيب قولي ثلاثا: حسبي الله ونعم الوكيل على العين الحاسدة. قوليها ثلاثا. حسبي الله ونعم الوكيل على العين الحاقدة، حسبي الله ونعم الوكيل على العين الحاقدة، حسبي الله ونعم الوكيل على بس العين الحاقدة. كفى. تحسين بخفقان بصداع بتعب تنميل؟ أحس يعني بديت بكلمك أحس بخفقان. اي اسمعيني يا اختي، ان في العلاجات عندنا في الرقيه او كذاك علاجنا بالطاقه بكلام الله سبحانه وتعالى، لكل مرض رده فعل. السحر له رده فعل من الاعراض، المس كذلك له رده فعل، الحسد له رده فعل من تنميل، من تثاؤب، من صداع، من خفقان. لكن الشخص السليم سبحان الله العظيم ما يكون يعني ما الاعراض هذه ما يعاني منها. فهذا والله اعلم اعراض عين قد تكون قديمه، الدليل وجود البيت القديم. كم عمرك يا اختي؟ تقريبا 30 كذا. نعم 30 يعني. 30 ولا 32؟ لا 30. أنت إذا النسوة لازم تنقصين سنتين أقل شيء، ما هي مشكلة 30. لكن إن شاء الله بإذن الله يعني إذا مشيتي يا أخت أمل في الخطة العلاجية وادهنتي بزيت الزيتون وأكثرتي من قول حسبنا الله ونعم الوكيل وقرأتي المعوذتين وآيات الحسد والفاتحة، فبإذن الله سوف يزول ما بك. هل يطلع في جسمك يعني بقع داكنة؟ أي زي الجروح كذا. أي على شكل عين أحيانا، يعني على شكل لا ما شكل عين، دائرة كذا. أي تطلع فيها ألم وصديد وكذا. هذه أعراض حسد، وبإذن الله سوف يزول بإذن الواحد الأحد. هو يعني في الحقيقة أمي نقلت في بيت جديد غير البيت هذا القديم اللي أنا أقول لك. طيب البيت القديم بحثتوا فيه؟ تبون يعني تبحثون؟ لأنها أي يعني كنت أنسى حلمك. النداء اللي أتاك ماذا قال في البيت القديم؟ حدد مكان معين؟ لا بس كذا يعني إذا في شيء في البيت اللي هناك. خلاص اسمعيني، ابحثوا في البيت القديم، بس لا تنسوا مع البحث تقرون آيات كلام الله وتسمون، وإن لم تجد حاجة ترشونهم موية مقري فيها مع ملح. لو حضر يعني حصل حاجات مثلا من حشرات معينة. أي. طيب الرؤية الثانية طبعا اللي يقول لك حاجة ظنية، يعني ممكن يكون حاجة في البيت ممكن ما يكون، بس من فعل الأسباب، يعني لسنا نجزم أن البيت هذا فيه أذى، فهمتي؟ أيوة